عمر الكون. تبعا للدراسات، يبلغ عمر الكون حوالي 13 مليار عام تقريبا، وقد تمكن العلماء من تحديد ذلك بعد قياس معدل توسع الكون وأعمار النجوم الأكثر قدما منذ فجر الكون منذ ذلك الحين، حيث تمكن العلماء من قياس الفوتونات التي تشكل إشعاع الخلفية الكونية بدقة عالية، وما زالوا يفعلون ذلك حتى يومنا هذا، حيث تمنحنا هذه العملية صورة للكون عندما كان عمره 380 ألف سنة، وهو ما يعد طفلا مقارنة بعمره الحالي البالغ 13 مليار سنة. ولا يزال وقت نشأة الحياة على الكون موضعا لتساؤل العلماء، فالمعروف بشكل أكيد هو أن الأرض تكونت قبل 4.5 مليار عام، وأقدم الأحافير مؤكدة الوجود كانت قبل 3 مليار عام. وقد حاول مجموعة من علماء الحفريات تحديد أقدم آثار للحياة، إلا أن نتائجهم كان مختلفا عليها. مكونات الكون. يعتقد العلماء أن الكون مصنوع من 3 مواد أساسية، وهي المادة الطبيعية والمادة المظلمة والطاقة المظلمة، حيث يرجح العلماء أن الكون مكون من 70% من الطاقة المظلمة، و25% من مادة مظلمة، و5% من المادة الطبيعية. أولاً، المادة الطبيعية. تتألف المادة الطبيعية من الذرات التي تكون الكواكب والنجوم والبشر وكل الكائنات المرئية في الكون. ثانياً، المادة المظلمة. في شكل الكون المعروف حالياً، يعتقد أن ما نسبته 70% منه طاقة مظلمة، و25 مادة مظلمة، و5% مادة طبيعية. ومن شبه المؤكد أن المادة الطبيعية تشكل أصغر نسبة من الكون، ما بين 1% إلى 10%. ثالثاً، الطاقة المظلمة. يظن علماء الفلك أن البشرية تعيش في كون منخفض الكثافة، تمثل فيه مادة غامضة وهي الطاقة المظلمة، وأنها تهيمن على كل شيء. وآخراً وليس أخيراً، كان هذا ما توصل إليه البشر، ويبقى العلم لله وحده. وفي الختام نقول: إذا كان لديك فيديو وتريد منا التعليق عليه سنكون سعداء بذلك. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعم منصتنا. فكرة ونص.